نحن كمجلس نيابي مسؤولين بحسب الدستور عن تفسير الدستور، وبالتالي من حقنا قبل بداية هذه الجلسة أنه نسألك على أي مادة عم تستند وناخد جواب دستوري من رئيس مجلس النواب اللبناني تقلنا على أي مادة عم نستند أو على شو عم نستند، وقتها نقر أنه بدنا نحافظ على نصاب الثلثين بالدورتين الأولى والثانية، بالوقت يلي المادة 49 لا تتكلم عن نصاب، تتكلم عن انتخاب بالثلثين بالدورة الأولى وانتخاب بالنص زائد واحد بالدورة الثانية، بالوقت يلي بمحلات أخرى بالدستور وقتها يكون المشرع بده أنه يحط نصاب عم بيذكر صراحة النصاب الثلثين بالمواد الأخرى. بهيدي المادة مش مذكور أي نصاب للجلسة الأولى والجلسة الثانية. أما بما يتعلق بالدورات الرئاسية السابقة، لأنه حكيت أنت وبعض زملائك بالكتلة برروا هذا الموضوع بأنه بالجلسات السابقة للانتخابات الرئاسية السابقة كان في نصاب ثلثين. الحقيقة هي أنه دولة الرئيس ولا مرة حدا حاول يطير النصاب. الحقيقة هي أنه ولا مرة النواب تخلفوا عن حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي ولا مرة نعاز أنه ينفتح هذا النقاش تنشوف إذا حقيقة النصاب هو ثلثين بالدورة الثانية أو منه ثلثين بالدورة الثانية. لهذا السبب انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية كمجلس نيابي بأنه نفسر الدستور، أنا بتمنى نفسر الدستور بهذا الموضوع. إذا في تفسير آخر، إذا في نقاش آخر، أنا بتمنى نفتح النقاش بمجلس النواب، لأنه مثل ما رايحين اليوم نحن ما بقى رح نشهد انتخابات للرئيس عكس الانتخابات مثلا يلي صارت بين سليمان فرنجية والياس سركيس يلي فرقت على صوت واحد. هين كتير من هلأ وبالرايح ما بقى حدا ينتخب إلا بإجماع مجلس النواب، وبالتالي ما عاد اسمها انتخابات رئاسية، ولن نشهد بالمستقبل أي انتخابات بتفرق على صوت وصوتين. رح تكون دايما الانتخابات الرئاسية هي مبنية على إجماع مجلس النواب مثل ما صار من وقت الطائف لحديث اليوم. انطلاقا من هون أنا بتمنى دولة الرئيس أنه بطريقة هادئة وموضوعية ودستورية وعلمية وقانونية نناقش هيدي النقطة، ونحن مستعدين نقتنع إذا في وجهة نظر تقنعنا، ولكن الطريقة يلي تم ختام هالنقاش مرة الماضية بالنسبة لنا غير مقبولة وغير لايقة فيك دولة الرئيس.